أقول وداعا قريح الجفون وخلجات قلب تزيل السكون. تجملت بالصبر لكن دمعي كما ماء سد تفيض العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نقول للشيخ أسامة ولأبناء الشيخ ساري رحمه الله: عظم الله أجركم، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولست هنا بمقام يتحدث عن الشيخ سارية وعن مناقبه وفضله وعن جهوده العلمية والدعوية والعملية، وكذلك أخوه الفاضل فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أسامة الرفاعي، فقد عرفتهم جميعا هنا في اسطنبول. عندما جئنا إلى اسطنبول كانت أول زيارة لهم عندما علمت أنهم موجودين، وكنت أقرأ وأسمع لهم سابقا. وعندما زرت الشيخ ساري رحمه الله وكنا نتدارس في بعض الأمور، وهو يعلم أن الوالد رحمه الله كان مهتما بالإعجاز العلمي، فأول ما طلب مني أن أخبره بآخر الأبحاث حول أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. فتطرقنا إلى مجموعة من الأبحاث، وكان أحد هذه الأبحاث هو ما يتعلق بما بعد الموت. ونحن هنا في هذا المكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. وهذا البحث هو رد على من ينكر الحياة بعد الموت، سواء كانوا من السابقين أو اللاحقين. فقد كان من السابقين من يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكان هنالك من أبحاث الإعجاز العلمي التي تتحدث في هذا الجانب. فالإنسان قد خلقه الله من ثلاثة أشياء: الأول وهو عجب الذنب، ذلك الجين الذي خلقه الله في حياة سابقة ثم وضعه في صلب أبينا آدم عليه السلام. فقال الله: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكاذبين. هذا الجين الذي وضعه الله سبحانه وتعالى بعد تلك الحياة في صلب أبينا آدم، وانتقل جيلا بعد جيل حتى وجدنا نحن. ذلك الجين ما يسمى بعجب الذنب هو الجزء الأول الذي يخلق منه الإنسان. وقد أثبت الطب الحديث، وكل طلاب وأساتذة الطب يعرفون ذلك، أن أول خلق يخلق في الإنسان هو هذا. عندما يلتقي بالبويضة يتكون الحبل الأولي والعقدة الأولية، ومن العقدة الأولية يتكون الجهاز العصبي، ومن الحبل الأولي يتكون الأعضاء. وبعد أن يتكون الجسم كاملا ينحصر هذا وينحصر في نهاية العمود الفقري ويستقر فيه، فهو الصندوق الأسود الذي يسجل حياة الإنسان طوال حياته. هذا عجب الذنب كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كل ابن آدم يبلى
إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب، أن يوم القيامة سيركب فيه. فلذلك قال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالعلم الحديث أكد ما جاء في الحديث النبوي يعني عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق، فأثبت العلم الحديث أن أساس الخلق منه. ثم في أوائل القرن التاسع عشر أحد الأطباء اكتشف بعض الأورام السرطانية التي تنشأ في ذلك المكان، فوجد أن الأورام السرطانية التي تنشأ في منطقة عجب الذنب تنشأ بشكل كامل، يد، عين، رجل، وليست أشكال مشوهة. فأثاره هذا الأمر، فأخذ عينة من تلك الجينات وبدأ باختبارها، أحرقها، دهسها، سحقها، فلم تمت، بقيت جينات حية. فإذا أثبت العلم الحديث أن الجينات تبقى حية، وأثبت العلم الحديث أن منها خلق، فماذا بقي؟ أن فيها يركب. كيف سيركب يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لنا كيف سيتم التركيب، وعند إكمال التركيب سنحيا وسيقول المؤمن: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكاذبين. كيف يتم التركيب؟ التركيب يتم عن طريق ما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وفي الآية الأخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور. وفي الآية الأخرى: وكذلك الخروج. والرسول قد وصف أن يوم القيامة عندما تصبح الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عندما تهتز، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج أعذاب الذنب إلى سطح الأرض، فيرسل الله مطرا من السماء بشكل مني الرجال، فننبت من الأرض كما تنبت الشجرة، كما وصف الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة. فإذا اكتمل البناء واكتمل النمو أرسل الله الأرواح، الجزء الثالث الذي خلقنا منه، الجزء الأول الجين، الجزء الثاني الطين الذي تكوننا منه عن طريق الأكل الذي كانت تأكله الأم، ثم عن طريق الأكل الذي أكلناه من هذه النباتات، الجزء الثالث التي هي الروح التي أخذها الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا اكتمل البناء واكتمل النمو أرسل الله الأرواح، كل روح تتعرف على جسدها. وإذا النفوس زوجت قالوا يا ويلنا، يقومون من مقام يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجيب المؤمنون هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن فمراحلنا في الحياة كانت: المرحلة الأولى هي مرحلة الجين عندما قبل صلب أبينا آدم، المرحلة الثانية هي المرحلة الحياة الدنيا التي عشناها، المرحلة الثالثة وهي مرحلة الآخرة التي سننطلق إليها، وهي المرحلة الحقيقية الدائمة، وسيجد كل إنسان عمله أمامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الذين يقولون لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وأعتذر على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.